عشان ما كنتش عايزه انتشر وخلاص. بص، انك يجيلك ادوار فتفضل تعمل ده وده عشان تنتشر، بالذات في التلفزيون. انا رمضان ده بالذات انا حاسه ان هو ليه قدسيه كده عند الناس. فما ما كنتش حابه ان انا ابقى بعمل اي حاجه خلاص، يعني بعد وش تاني مش عايزه اعمل اي حاجه خلاص، فالناس تقعد تقول على فكره دي بتعمل اي حاجه، فاهم؟ فمش عايزه اعمل اي حاجه. فرمضان الجاي هيبقى فيه حاجه كويسه ان شاء الله. رغم ان انت برضو اشتغلتي مع نجوم، يعني مثلا وقفت قدام غادة عبد الرازق ورانيا يوسف، صح كده؟ وبعد كده بتتطور العمليه قبليهم خالد صاوي. خالد الصاوي في اهل كايرو. اهل كايرو في المسلسل. برضو انت مركزه ان انت تظهري مع نجوم، ظهرتي مع كريم وحسين فهمي نجوم، دي حطاها يعني في خطواتك؟ تفرق معايا لما اطلع مع نجم كبير ليه اسم، غير لما اطلع مع شباب هواه او لسه بادئين. بتفرق كتير، فاهم؟ يعني بتفرق كتير انت في مسيرتك الفنيه. يعني بيتقال ان البنت دي من اول ما طلعت مع كذا، فاهم؟ يعني فانا انا شايفه ان اللي انا بعمله ده صح. ويعني ليا تجربه في السينما، يعني يا رب اتمنى انها تطلع كويسه عشان انا تعبت فيها بصراحه. الفيلم اللي هو احلام ممنوعه ده مع احمد صلاح حسني ومحمد سليمان وعلى غانم، هو المفروض نازل بعد العيد الكبير. دور انا عارف انت مش بتتكلمي في الحته دي بتاعت دورك في الفيلم بتاع رانيا يوسف وغادة عبد الرازق، ريكلام، اللي هو ريكلام. انا عارف انت ما بتعتبروش اساسا في حياتك مشوار، صح؟ لا مش للدرجه دي، مش ما بعتبروش طبعا، لا اكيد بعتبره. ازاي يعني؟ ده عمل انا عملته بارادتي، محدش جبرني عليه. لا هو انا اتظلمت فيه، فما انا ما بحبش حد يظلمني، فهو انا اتظلمت فيه. يعني انا كنت عامله ما يعني ماشي، هو طلعني بطله من الابطال اتحطيت على الافيش جنب يعني نجوم كبار زي غاده، ويعني خدت مساحه كويسه، ولكن برضو اتظلمت. انا كنت عامله مشاهد فيها تمثيل تبين انجي كممثله، هو ده فنها، وبين الرقص والضحك والهزار، فما بينيش كممثله، وشال المشاهد اللي انا تعبت فيها، فاهمني؟ فبالتالي فحسيت ان انا طالعه بطله، بس طالعه بطله ايه يعني؟ في الهجص، يعني في الضحك واللعب والرقص فين مساحتي كممثله انك تبين؟ على العكس في وش تاني استاذ وائل لعب على الممثله، ما لعبش على الشكل. استاذ وائل مسك الممثله انجي، طلع منها امكانيات تمثيليه، فخلاها في كل مشهد بتعيط بطريقه معينه. مره تعيط فانت تضحك، تعيط بكوميديا، ومره تعيط بجد فتخليك تعيط. يعني مشهد الام لما ماتت، في ناس كتير عيطت بسبب ان انجي صدقوها ان هي بتعيط، امها ماتت. ومشاهدها مع كريم عياطها بيضحك، يعني طول الوقت يا ستي. ففي بس في مساحه ان هو بين الممثل، فما بينش المشاهد اللي هي يعني تافهه بس، وقتلني كممثله. ففي ريكلام انا المخرج قتلني كممثله.